الاتحاد وماتش الرجاء. الحمد لله كان لازم نفوز بمباراه كبيره بفريق كبير زي المباراه الاسماعيلي عشان الثقه ترجع لينا تاني. الحمد لله الثقه رجعت للعيبه وللجهاز في اللعيبه، كهربا واسامه ابراهيم ورفعت احمد رفعت، الرابع جايبه جعفر احمد جعفر. فبقول ان احنا فرقه مجرد مركز ثاني او ثالث، ولكنكم تتحدثون عن لقب بطوله. والله يا احمد انا عايز اقول لك حاجه، احنا بنتسرسب وعايزين نفضل كده. تبقى يعني هو الراجل بيقول لك انا يعني الخوف الحقيقي، الناس كلها بتتكلم على عوده المارد الاحمر، ولكن هو الراجل كان واقعي وقال لك الخوف من انبي. والله يبقى بيقدرنا كويس. يبقى بيقدرك كويس. بس انت يا كابتن خلاص انت كده قلت الخطه بتاعتك تتمسك لحد ما تتمسك. انت كده عرفتنا القصه، خلي بالك. طب ما هي يعني مستوى تاني، فتلاقي اللعيبه عندنا بتستهتر شويه، فهي دي المشكله بتاعتنا. تمام. عموما يا كابتن الف مليون مبروك وثلاث نقاط مهمه جدا، والمباراه القادمه كابتن حسين الف شكر ومره ثانيه الف مبروك لفريق انبي. يمكن احمد جعفر بيعود ويعود بقوه بعد ما احرز هدف في الحضري، بيحرز هدف جميل بيعبر عن امكانيات غضنفر الكره المصريه وعلي داء الكره المصريه زي ما كنت بحب اطلق عليه. يمكن لما كان بيلعب في الزمالك كنت بحس ان هو كابتن ماهر، فاكر انت علي داء بتاع ايران؟ بتاع ايران. ده كان حدوته.